طوالي بث الدعوة في الناس، طوال البنات يتحجبن. أيوة يتحجبن، عندنا دلوقتي أكثر من 50 طبيبة محجبة، عندنا مهندسات كثيرات، عندنا أديبات، يعني خريجين جامعة الخرطوم من بناتنا بيهم كثير، بقى مجموعة الآن. بعدين أثرنا في طلبة كمان، طلبة دلوقتي عندنا أطباء وناس كثيرين خريجين جامعات دي، وعملنا يعني أسابيع لعرض العقيدة، يعني نسميه أسبوع العقيدة. العقيدة دي يا ولدي عملنا لوحات من أبلكاش، خشب أبلكاش، اللوحة نكتب فيها العقيدة الشركية بجانبها الآيات اللي بتضحك هذه العقيدة. فلوحات كثيرة في مخيم كبير، تعليم عملي يعني، وبنعرضه ويدخلوا فيهم معسكر للنساء معسكر للرجال في جامعة الخرطوم. وبعدين بقى المخيمات دي نقلناها للأقاليم، بعد ما العاصمة هنا غرقناها تمام نقلناها للأقاليم. وهي يمكن وسعت الدعوة، هي كانت بتكلفنا، ونحن كنا بنصرف عليه من إمكانياتنا الضعيفة، ما عندنا دخل. شاهدنا ده ما كان من أمر الدعوة. بعد ذاك شاركت في مؤتمر مكة سنة 94. نعم تفضل. أنا عندي أولادي مغتربين، دكاترة صيدليين في جامعة الملك خالد في الرياض، فأنا بمشي أزورهم في المواسم. فالدكتور إبراهيم أبو عباد كان مدير المركز الإسلامي في السودان، لما أنا مشيت هناك دعاني في بيته عشاء، ففي شاب كان مدعو، لما عرف إن أنا مدعو جاء، أنا قاعد في كنبة جلس جنبي وعرف لي نفسه، قال لي أنا بندر بن سلمان بن محمد بن سلمان آل سعود، لكن عبد العزيز ما من نسل عبد العزيز، من نسل سعود الكبير. هاي أنا يعني الآن عندي ماجستير وعندي يعني ثقافته، وأبوي محل ما يمشي أنا بباريه. فأنا كل ما نمشي لشعب عز بن باز، أبوي صديق لشعب بن باز، أنا بمشي معه يعدد السلفيين في العالم الإسلامي كله، فكان يذكر اسمك دائما، وأنا كنت مشتوق أشوف الاسم ده، فهمت؟ قلت له الحمد لله إن شاء الله أكون عند حسن ظنك يعني. بس بعدين أخذني جلستنا ديك، التقينا يوم تاني وقال لي أنا عايز أكلفك بمهمة، عايز استدعوا لي السلفيين في إفريقيا كلهم، تدعوهم أنت بعمرة في رمضان، إذا وافقوا أنا بصرف على العمرة دي، أنا بجيبهم أعمل لهم تأشيرات وأختار لهم تذاكر وأجيبهم ونعقد مؤتمر. أيوة، فأنا عندي كشف فيه 31 اسم، كتبت لهم 31 وردوا علي، كل جواب رسلت عليهم. وجاء رمضان أنا مشيت رمضان، التمر ده انعقد، وكنا بنناقش فيه أثر الدعوة وأثر العلم في المناطق الإفريقية دي. فالشباب اللي جاء الأفارقة مساكين عندهم العلم لكن ما بيعرفوا ينظموا لجان، ما بيعرفوا ينظموا هيئات، حاجات زي كده يعني، معظمهم متخرجين من جامعات. خلاص بقى المؤتمر ده مدرسة كل سنة. بعدين فرضوا علينا نتكلم في منهج تعليمي يصلح للأساس وللثانوي العام ومباراة. فأنا كل سنة بيجي نوع جديد، لكن أنا كل سنة بمشي، هو فرض عليه كل سنة أجي، فنناقش، تجي المناهج كله دول يجيب رأيه في المناهج، يفوزوا فيها الأفارقة هم اللي ياخذوا الجائزة الأولى. لكن اتطورت أخيرا كامل مشى معانا أخذ جائزة، والدلبلة مشى معانا أخذ جائزة. بعدين خلاص استمر هذا المؤتمر 13 سنة. أيوة نعم. لكن في يوم من الأيام أنا جيت، كنت في قطر في مأمورية هناك في رمضان، ونزلت في مكة أحضر المؤتمر ده، لقيت قدامي 2 من الكتاب والسنة
عثمان حبوب صلاح الأمين. لقيت في المؤتمر دعاهم أبو عباد يعرفهم من هنا، وجاء الاثنين ماشيين في رأي واحد، وجوا وقعدوا معاهم. أنا استغربت، سلمت عليهم، قعدوا حضروا المؤتمر وحضروا نقاشنا كله وسافروا، ما ودعونا. اللجنة اللي تكون المؤتمر ده بيدينه كلها سعوديين، فيها كويتيين. دعوني أنا في الليل وقال لي يا فلان إحنا أخوانك ديل ناديناهم لأنه انشقوا منكم، انشقاقهم منكم ما عاجبنا. فقال سألناهم قلنا أنتم انشقيتوا ليه؟ قالوا والله في مسائل علمية وغير علمية وكذا. قلنا لهم طيب اكتبوا الكلام ده جيبوا لنا، ما كتبوه، والآن سافروا بدون ما يودعونا. عايزين نسألكم انتم. قلنا لهم كويس، علمية دي ما حقوا يذكروها لأنه احنا عملنا لهم مؤتمر علمي وطلع بقرارات وهم وافقوا عليها، يعني ناحية علمية. بعدين خلاص. طيب كان في فترة من 89 لغاية 94 تقريبا، ال5 سنوات الأولى كان في مواجهات مع الحكومة ودخلوا مساجدكم وبومبان وكلام كثير، وبعد ذاك تمت المصالحة مع الحكومة واتفاق اللي أشرت له امبارح مع علي عثمان. فلأنك تكلمنا عن المرحلتين دي، في مرحلة مواجهة وكيف كانت، والمرحلة الثانية المصالحة. أنا زي ما ذكرت لك الحكومة في أسامة بن لادن في السودان متهم، جابوه جماعة الإخوان المسلمين، فهمت؟ وبعدين وهو كان منعزل من الناس، لكن آثاره ظاهرة. كان عنده استثمار، وكان عمل المطار بتاع السودان. وفي هذه الهيصة مجموعة ضربت مسجد الحارة الأولى. نحن شوف يا ولدي، الحي ما بموت. الشيخ أبو زيد اليوم ذاك هو المفروض يصلي جمعة، لو صلى كان مات، كان قتله. هاي لأنه أنا إمام مسجد العرضة، أخونا عوض البلولة عنده زواج في بحري، وقال لي يا فلان تجد عقدين في المسجد. قلت له أنا عندي عقدين في مسجدي، ما أقدر الناس ديل أطردهم وهم معتمدين علي. أنا ما عندي زول يخلفني. الشيخ أبو زيد عنده ناس يخلفوه، فشوف شيخ أبو زيد يعهد لك. ساس شيخ أبو زيد مشينا، بعد الجمعة مشينا نتغدى عندهم بيت العريس سعيد وأبو زيد ده، وقعدنا وتغدينا وضلع وانبسطنا جدا. بعد شوي جانا الطقي عبد الرحمن، قالوا والله مسجد الشيخ أبو زيد حصل فيه ضرب بالنار وماتوا 16. اي نعم. بعدين قلت له الشيخ أبو زيد يا اخي الطق ده درويش فرنجي، احسن لما نتاكد. اي نعم فعلا والله أبو زيد ده بكى بكى لما اولاد جنب بكى لغايه ما دخلنا في الله فرينا. اكثر من اهلهم 12 جنازه رصوها قدامنا كده. فانا الجنائز دي كلها واقفه. خاطبت الناس كثيرين، اخوان مسلمين وحزب امه، وبعدين كانت قدامي 6 جنازات جهزت. قلت للناس ما في زول بيموت الا باليوم اللي حدده الله، والله لما قال الناس يجون يوم يموتوا ما بيعرفوا يموتوا كيف، ولا بيعرفوا يموتوا وين، ولا بيعرفوا يدفنوهم وين. فالنهاية ده اليوم بتاع الناس دي، يعني راحوا بيوتهم كان ماتوا مقدورة كده. لكن الشيء اللي ماتوا به حاجة في السودان ما بنعرفها قبل كده. ولذلك احنا ما نبقى ظلمة، نفتح مجال للدولة تبحث تجربة الحكاية دي شنو، تعاقب الناس دي. ما نقول لا دولة فرطت وأهملت، لا ده غلط ما صحيح. احنا نرضى بما يرضي الله رب العالمين. فعلا يفضل الاجتماع بسهولة جدا، وجنازتنا دفنوها. حتى الوزير الداخلية ومعه 2 جولي بزيت بالليل عزوه ولقوا بيته